تقول: أرى بعض الفتيات في الجامعة يتبرجن ولا أعلم كيف أنصحهن. في داخلي نار تتأجج لهذا التصرف، ولكن ما هو السبيل الصحيح لدعوتهن؟ أقول: جميل أنك تحترقين من أجل هذا الدين، هذا شعور طيب قل ما نجده في كثير من الناس اليوم. قليل هم الذين تتمعر وجوههم إذا رأوا المنكرات. فأسأل الله أن يبارك فيك حتى تؤثري المدخل على هؤلاء، حتى تؤثري فيهم. لابد أنت تتمسكي بالحق، لابد أولا أنت تتمسكي بالحق وتعتزي بالحق الذي تحملينه. فالله يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثم لا يغرك كثرة أولئك المتبرجات والسافرات، فأنت على الحق. إذن حتى تؤثري عليهم المدخل الأول أنك أنت تثبتي على هذا الطريق. ثم المدخل الآخر حتى نكسب الآخرين لابد نكسب قلوبهم. إذا أردنا أن نؤثر على الآخرين لابد أن نكسب قلوب أولئك. وأقول: سواء كانوا عاصين أو عاصيات لا يزال فيهم خير كثير، وبحاجة فقط إلى من يذكرهم. إن كنت تظنين أنك تقولين الكلمة المقبولة التي تجد قبول عند الآخرين بالأسلوب الطيب قوليها. وإن كنت تظنين أنك لا تستطيعين على الكلام فقدمي الشريط، قدمي المطوية تقوم بهذا الدور العظيم. ولله الحمد اليوم أساليب الدعوة تنوعت وتغيرت، وباستطاعة كل منا أن يكون داعية لله بأي طريقة من الطرق. ثم إذا كلمتيهن أو قدمت إليهن الهدية فأتبعي ذلك بالدعاء لصلاح هؤلاء الفتيان وهؤلاء الفتيات. فالدعاء من أعظم الوسائل التي نستطيع أن نؤثر بها على الآخرين.